ومرحبا بكنا وبكم في ليالي الشعر العربي ضمن البرنامج الثقافي لعيد الكتاب، كما تنظمه المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة بمدينة تطوان. فللمديرية كل الشكر والشعر. مرحبا بكم في ضيافة دار الشعر بتطوان التي تقيم هذه الليالي ليالي الشعر العربي. وكل الليالي لا بد لها من نجم، كل الليالي لا بد لها من نجم، ولذلك استضفنا نجمي شخصيا. نعم، هو نجم لا يهدأ في سماء الثقافة العربية، يطالعنا اسمه في كل اللحظات الثقافية والمنعطفات الثقافية الكبرى في المغرب وخارجه، في العالم العربي حيثما كنت، وكلما التقيت بشاعر أو شاعرة سألني أولا عن حسن نجمي. بل حتى في إسبانيا ذات مرة سألني طالب باحث وهو يحدثني عن الشعراء المغاربة، سألني أيضا عن حسن نخمي. نعم، ونايمي بالألمانية. لكننا لن ننام اليوم، بل سوف نسهر شعريا وفكريا مع هذه القامة الشعرية السامقة في المغرب والعالم العربي. كما قلت، هو الذي لمع اسمه شاعرا منذ أعماله الأولى، لكن الإمارة أيتها الخزانة والريح البنية وحروب صغيرة ودواوين متتالية شتى، والكثير من الأعمال الشعرية كما قلت، والتي ترجمت إلى لغات العالم. هي حياة صغيرة، لكن من فرط الحرب في غزة سماها حروب صغيرة. نعم، الحياة صغيرة. وأيضا له دراسات في الشعر، في التشكيل، في الرواية، وعمل مرجعي في مجال الثقافة الشعبية والفن الشعبي حول فن العيطة. وسنعود إلى هذه اللحظات وإلى هذه المجالات المختلفة، مجالات شتى ومتنوعة قاربها واشتغل عليها الشاعر حسن نجمي، الشاعر والروائي أيضا. حين أقول الشاعر والروائي انتبه إلى أن حسن نجمي لم يكتب سيرته بعد، ولذلك نريد أن نبدأ معه بالسيرة، بالطفولة، بزمن الصبا قبل الوصول إلى كازا وإلى الرباط. لعلنا نحرضه انطلاقا من هذا اليوم على كتابة هذه السيرة. وسأبدأ معك أستاذ الدكتور حسن نجمي، سأبدأ معك بسؤال عن شخصية لا أحد يعرفها كما تعرفها أنت. أسألك عن شخصية كما قلت لا أحد يعرفها كما تعرفها أنت، بل لا أحد يحبها كما تحبها أنت، ولا أحد تحبه كما تحبك. أسألك عن الحاجة الشبانية. شكرا أخي العزيز الشاعر الصديق مخلص الصغير. شكرا لدار الشعر وللمديرية الجهوية للثقافة في مدينة تطوان العامرة، في هذه المدينة التي أعتبر نفسي
وأؤمن بأن المغاربة جميعا، وخاصة النخبة الثقافية والأدبية والفكرية، نحن جميعا مدينون لتطوان، لتاريخها، لذاكرتها الوطنية، طبعا لرصيدها التاريخي العميق الممتد في الزمان، ولكن بالخصوص الذاكرة الوطنية لمدينة تطوان، وحرص هذه المدينة وكفاح رموزها الوطنيين الكبار على صيانة الهوية المغربية ببعدها الثقافي والاجتماعي والسياسي والرمزي والتاريخي. وليس هنا متسع لأتحدث أو لأستفيض عما تعرفونه بدون شك أفضل وأعمق مني حول هذه المدينة وحول تاريخها الوطني وحول أسمائها المضيئة في تاريخ الوطنية المغربية والمحطات التاريخية الأساسية التي صنعت جزءا كبيرا مضيئا ومضاءا من الذاكرة الثقافية الوطنية، الثقافية تحدث، والأدبية في تطوان ومنها في شمال المغرب، والتي كان لها الأثر البليغ العميق المؤثر والمرجعي في الجسد الثقافي الوطني في المغرب إبان الحماية وخلال مراحل تطور الاستقلال الوطني في بلادنا. يعني عدد من الكتب المرجعية الأساسية من أبرزها تاريخ محمد داود، وبالخصوص أيضا النبوغ المغربي عندما طبع طبعته الأولى طبع في هذه المدينة، والكثير من الكتابات والنصوص والمواقف الشجاعة الجريئة. وأيضا كيف كانت تطوان، على الأقل أتحدث عن هذه المدينة وعن ذاكرتها كما هي في ذاكرتي الشخصية من خلال ما قرأت ومن خلال ما سمعت ومن خلال اقترابي من عدد من الرموز الوطنية المغربية، كيف يتحدثون عن تطوان ويستحضرون دورها الطلائعي في إسناد حركة المقاومة المسلحة المغربية ضد الاستعمار الفرنسي، وكيف كانت تطوان توسع المساحات لاستضافة عدد من المقاومين ومن قادة حركة المقاومة المغربية عندما كان يفتضح أمرهم في المدن الأخرى في الدار البيضاء أو في الرباط، ويصبحون قاب قوسين أو أدنى من الاعتقال وبالتالي الإعدام. كان يتم تهريبهم عبر مراحل جغرافية معينة من الدار البيضاء إلى القنيطرة من خلال عدد من المقاومين الأساسيين في القنيطرة، وعلى رأسهم السموح الله يرحمه وغيرهم وشقيريبة ومناضلين، كيف يؤمنون في العمق القروي مراحل معينة كي يهربوا المقاومين وصولا إلى شفشاون أولا، حيث يتم اعتقالهم 3 أيام، يعني كنوع من الخدعة حتى لا تتهم السلطات مباشرة بأنها ضالعة في إطار تحالف موضوعي كانت له شروط تاريخية معينة مع حركة المقاومة ومع الحركة الوطنية في منطقة الحماية الفرنسية وفي منطقة الحماية الإسبانية. وكان هنا ملاذ لعشرات مئات من المقاومين في مدينة تطوان، بل في تطوان كانت هناك معسكرات لتدريب المقاومين. وهنا من خلال هذا المعسكر الكبير الذي كان على رأسه في البداية أحمد زياد، الذي كان كما نعرف صحفيا وكان ناقدا أدبيا، أحمد زياد الله يرحمه، اللي كان ينشر زاوية جميلة ومؤثرة باسم أبو صيحة في جريدة العالم رحمه الله. ثم بعد ذلك كان المرحوم عبد الكريم الخطيب الذي سيأتي يتولى عندما تم اعتقال أحمد زياد في القاهرة في قصة معروفة إلى آخره. فهنا تبلورت
ونفذت فكرة إنشاء جيش التحرير المغربي لكي لا تبقى المقاومة في المدن في الحواضر فقط، بل ينبغي أن تمتد فكرة المقاومة إلى العالم القروي، وأنشئ جيش التحرير. وانطلقت الشرارة الأولى كما نعرف انطلاقا من هذه الكوادر في تطوان في مواجهة الجيش الاستعماري الفرنسي آنذاك. القصة طويلة على كل حال، لكن أردت فقط أن أستحضر مكانة تطوان العظيمة في تاريخ المغرب. وحتى مع كل ما كتب حتى اليوم ينبغي أن تعاد كتابة تاريخ تطوان الوطني. حقيقة ما زالت هناك مناطق ظل في هذا التاريخ وفي هذه الذاكرة ينبغي أن تطلع عليها الأجيال، لأنها جزء لا يتجزأ من الشخصية المغربية وليس فقط من تاريخ ومن ذاكرة المغاربة. لذلك نحن مدينون لهذه المدينة ولبنات وأبناء هذه المدينة العظيمة. أقولها ليس لأنني في تطوان ولا مجاملة، بل إقرارا لحق تاريخي ولمكانة ولوضع اعتباري لهذه المدينة ولأبنائها ولرموزها ولمثقفيها ولمقاوميها وقادتها الوطنيين الكبار. هذا ينبغي على الأقل أن نعترف وأن نجدد الاعتراف باستمرار لكي لا ننسى مكانة هذه المدينة. أخي مخلص أراد أن يستدرجني إلى حديث الذاكرة كما لو أنني شخت لكنني أقدر فيه هذه الروح، لأننا أحوج ما نكون في بلادنا وفي الحقل الثقافي المغربي إلى أن نكتب سيرنا جميعا. في الغرب، في الثقافة الغربية، حتى أصغر جندي عندما يعود من الحرب يكتب مذكراته، أصغر الموظفين يكتبون مذكراتهم أو على الأقل يومياتهم في الحروب وفي المهام وفي المسؤوليات التي وقادت الجيوش. أغلب الألوية اللي جينيرو فقادة الجيوش الغربية كتبوا مذكراتهم. لا أتحدث عن المشاهير مثل شارل دوغول والجنرالات الأمريكيين وغيرهم، أو جنرالات آسيا على سبيل المثال، السوفيات والفيتنام وكذا إلى آخره. نحن في المغرب القادة الكبار للحركة الوطنية المغربية لم يكتبوا سير حياتهم. علال الفاسي وهو كاتب وشاعر عظيم لم يكتب سيرته الذاتية للأسف، كتب بضع صفحات عن سنوات المنفى في الجابون ولم يتح له أن يكمل هذه السيرة، ظلت ناقصة رحمه الله. عبد الرحيم بوعبيد لم يكتب سيرته، كتب 4 فصول أو 5 فصول ولم ينهيها، وبدأها عندما كان في ميسور، في سجنه في ميسور، لكن لم يتح له أن يكتب سيرة حياته. وعندما خرج من السجن 82 من ميسور وطلب جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله أن يلتقيه، فأول ما وجده أمامه في اللقاء قال له بالفرنسية طبعا، كان يقول له عبد الرحيم سون رانكين، عبد الرحيم بدون ضغين، يعني لا تحقد علي، يعني ما معناه سجنتك فلا تحقد علي. سون رانكين قال لي aucunement majesté، أبدا ليست هناك أي ضغينة على الإطلاق. وفقط أضاف عبد الرحيم بوعبيد قال له فقط لحظة الندم الوحيدة أنني لم يتح لي أن أظل هناك كي أكمل سيرة حياتي. المهدي بن بركان مات في ريعان شبابه، قتل كما تعرفون، لم يكتب سيرة حياته. ومحمد بن الحسن الوزاني وعبد الرحمن اليوسفي ومحمد منصور وعدد من قادة الحركة الوطنية وعدد من قادة المقاومة المسلحة في المغرب لم يكتبوا حياتهم أو لم يكتبوا مذكراتهم. عدد من القادة السياسيين، عدد من القادة النقابيين، هل يعقل أن يموت مثلا محجوب بن صديق ونبير الأموي إلى آخره دون أن يتركوا للأجيال سير حياتهم؟ عدد من كبار الأدباء
في المغرب لم يكتبوا، لأن جنس السيرة الذاتية والكتابة عن النفس، ربما لأن الثقافة المغربية تجعل من الحديث عن الذات كما لو أنه أمر معيب، أن يتحدث المرء عن نفسه ويقول قمت أنا وإلى آخره. وكنت قريبا من عدد من قادة المقاومة وعدد من القادة الوطنيين، حاورتهم في الصحافة والتقيتهم في حومات النضال كتلميذ، كواحد من الأجيال الجديدة أتيح له أن يقترب من بعض هؤلاء القادة. اليوسفي مثلا رحمه الله، السي عبد الرحمن اليوسفي، قلت ولا سنة 89 ونحن في أكادير، قدمته في محاضرة وجاء يلقي المحاضرة في أكادير، كان ورش الشبيبة الاتحادية في أكادير، وقدمته فأخرج من محفظته 40 صفحة حول الموضوع. كان سيتحدث عن العلاقات الدولية للاتحاد الاشتراكي، ومن خلاله الحديث عن العلاقات الدولية، الشرق والغرب والحروب والصراعات والى اخره، كيف يفهم هو هذا الموضوع، لأنه كان من كبار المسؤولين عن العلاقات الدولية لليسار المغربي في الخارج. وقدم محاضرة من 40 صفحة قرأها كاملة. وعندما أنهى المحاضرة قلت لإخوتي وأخواتي لقد لاحظتم أن الأستاذ اليوسفي حريص على أن يكتب خطبه بيده وعروضه ومحاضراته كما رأيتم. ما أتمناه أن أخانا اليوسفي أن يفكر في كتابة سيرة حياته. ليس معناه أنه أنهى نضاله وحياته بعد طول العمر إن شاء الله، لكن لابد من أن تفكر، لأن القادة في المغرب لا يكتبون عن حيواتهم وكذا وكذا. وأنا أضع نفسي رهن إشارتك إذا أردت عبد الرحمن أن أتولى هذا الأمر كذا. طبعا رد بتواضعه المعتاد، ثم كررت له مرة وأنا في بيته في الدار البيضاء هذا الطلب. قال لي لست أول من يطلب مني هذا الطلب. هكذا خطر لي، قلت لأنه من يمكن أن يفكر في سيرة اليوسفي؟ قلت ربما يكون حميد برادة ديال جونافريك الصحفي الكبير، وهو صديق قريب منه. قلت له هل هو حميد برادة؟ قال لي الله أعلم. هكذا جوابه. كان معايا الحسن العسيبي جالس، قلت له ولكن أنا كنت أول من طلبت كذا كذا. قال لي أنا قررت لن أكتب سيرة حياتي. وعندما كتبت سيرة حياة السي عبد الواحد الدرادي، المغرب الذي عشته، مازال ما مشاش للمطبعة، مكتوب ومرقون ومطبوع مثل أطروحة الدكتوراه 800 صفحة. فخذ موعد مع السي عبد الرحمن، مشينا عنده البيت في شقته في الطابق الأعلى في إحدى العمارات في بورغون، في حي بورغون. طبعا بعد أن خرج من مسؤولياته السياسية والرسمية والحزبية، وقال له جيت نقدم لك نخبرك أنني كتبت سيرة حياتي وساعدني السي حسن في هذا الموضوع وإلى آخره، بغيتك تكون في الصورة. وبدأ يعرض عليه الفصل كذا، فصل فيه كذا، فصل كذا، كاين فصل على الحسن الثاني الله يرحمه، فصل على عبد الرحيم وعبيد الله يرحمه، فصل على المهدي بن بركة الله يرحمه، فصل على محمد السادس جلالة الملك، فصل على كذا 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 كذا، وكاين فصل عليك، علاقتي بك وما عرفته عنك ومنك إلى آخره كذا. فقلت له استسمح. أخذت الكتاب وقرأت 11 صفحة تقريبا وهو ينسى. قلت له هل يمكن أن أقرأ لك الكتاب؟ قال لي تفضل. فقرأت يعني جزء. قلت له على كل حال لتقترب من روح هذا الكتاب ومن الفصل الخاص بك، أتمنى أن تقرأوا هذا الكتاب، إنه سيرة الراضي، ولكنها ليست سيرة الراضي وحده، سيرة اليسار المغربي، سيرة الحركة الوطنية في بعدها التقدمي، سيرة النجاحات والإخفاقات وأسرار أول مرة أنا شخصيا أسمعها وأدونها عن فترة تحقيق الاستقلال. الخروج من مرحلة الحماية إلى الاستقلال مرحلة دقيقة جدا، والمخطط الاستعماري وإلى آخره. فبعد ذلك قلت له السي عبد الرحمن الآن السي عبد الواحد من الجيل الثاني وحان الوقت تكتب سيرتك، وأنا قلتها لك مرة وكذا. قال لي لقد قررت أن لا أكتب سيرتي. فلذلك موضوع السير الأدبية قليلة، أيضا الأدبية
الذين كتبوا عن سيرهم من الأدباء قليل في المغرب. فأحرى السياسيين والنقابيين والقادة العسكريين ورجال الدولة. يعني المغرب محتاج أن عمال الأقاليم والولاة وقادة الجيش يكتبون، ورؤساء الإدارة والوزراء الأوائل اللي مروا، ووزراء الخارجية اللي عاشوا أحداث وساهموا في صنع أحداث إلى آخره، لا يكتبونها. يعني شيء يعني محزن، لأن مثل هذه الشهادات مهمة لإسناد ودعم وتقوية كتابة أو إعادة كتابة تاريخ المغرب، لكي لا يبقى تاريخ دولة وحدها. ينبغي أن تاريخ شعب أيضا، تاريخ القوى الاجتماعية والقوى الثقافية، خصوصا أن المؤرخين المغاربة وخاصة المؤرخين المغاربة الجدد منذ 76 77 جددوا تاريخ المغرب وجددوا كتابة تاريخ المغرب. شيء مهم جدا حقيقة أن نفكر في تاريخنا الثقافي والاجتماعي والسياسي بطرق غير تقليدية وحديثة. سألني أخي العزيز عن الوالدة. أنا من مواليد، وأعتذر عن الأنا، من مواليد مدينة بن حمد، مدينة صغيرة في إقليم السطات، في سنة 1960 في مارس 1960. في الحالة المدنية عندي 1959، لأن الوالد أنجز الحالة المدنية، دفتر الكناج ديال الحالة المدنية حتى 67. ما كانش عندنا حالة مدنية، حتى الاسم العائلي لم يكن. كان حسن بن مبارك في الابتدائي، وعندما سجلت في الابتدائي ما كانش عندنا حالة مدنية، كنا كناخذ على الورقة ديال الشيخ في ونقدم. وإخواني سبقوني أيضا بنفس الكيفية حتى 67 عاد دار دفتر الحالة المدنية. في دفتر الحالة المدنية كيف أنجزه الوالد؟ الوالد شواي، الوالدة بائعة خبز، كان عندها فران تقليدي. فران، هي صاحبة الفران ماشي الوالد، هي لأن مهنة التخباز مهنتها هي. وكانت كتبيع الخبز في الأسواق القروية، والوالد أيضا كي يمشي للسواق، نفس الأسواق كيترافقوا مع بعض ويرجعوا في المساءات مع بعض. وحتى أنا وإخوتي أيضا، وأنا بالخصوص أتحدث هنا عن تجربتي الصغيرة المتواضعة، كنت كنمشي معاهم في الأصياف، العطل الصيفية، دائما كنت كنمشي للسوق مع الوالد والوالدة. كنبدا مع الوالد هو الأول، نساعدوه حتى نجيبوا البهايم، الغنم أو الماعز من السوق، محل الرحبة ديال البهايم، وندخلهم المجزرة. قبل ما يدخلوا الجزارة كيكون مازال المجزرة ديال السوق خاوية، ويجي الجزار اللي كيخدم معنا يذبح ويصلخ والى اخره، وناخذ السقيطه ونديها بجنب الفران ديال الشوا، وحتى كيصوب داكشي ويدخل في الفران الى اخره. وعاد كنمشي مع الوالد للقيطون فين غادي كيتباع الشوا وفين كيجيو الناس ياكلوا الى اخره. تما عاد كنمشي عند الوالده نجيب الخبز ونجلس حدا الوالد، هو كيبيع الشوا والخبز معاه الى اخره، الخبز من عند الوالده والشوا ديال الوالد الى اخره. كيف حدث ان الدفتر او الكناش الحاله المدنيه، الوالد جالس في السوق وجا القيد، زوجتي جالسه هناك تعرف عمن اتحدث، القيد الميلودي بالعباس. جا شي مره عند الوالد يتغدى وداك الشيء، قال له السي القايد الله يجزيك بخير، عندي واحد المشكل، ما عنديش دفتر الحاله المدنيه والدراري في المدرسه وكذا. قال لي شحال عندك من ولد؟ قال لي عندي 3. بين قوسين احنا 3 اشقاء من ام واحده واب واحد، وعندي اخوه غير اشقاء من الوالده. الوالده انجبت 11 كوكبا، وانا اخر العنقود، انا اصغر اخوتي واخواتي. توفوا لها 3، بقاو 8. ياك 8 بقاو 8 في قيد الحياة. وبعد ذلك مؤخرا بدأ بعض أخواتي وإخوتي يغادروننا واحدا تلو الآخر. الفترة الأخيرة 3 سنوات 4 سنوات الأخيرة توفوا عدد من الإخوة. فقال له مرحبا، جبد واحد الورقة، هكذا يحكي الوالد،
قال له قول لي السميات. قال لي عندي أحمد هو الكبير ومصطفى وحسن. سجلهم. قال له عامش تزاد أحمد؟ قال له والله ما عرفت. مصطفى عامش؟ قال له ما عرفتش. وحسن؟ قال له والله ما عرفت. كيف؟ قال لي قداش الدري الكبير؟ دار هكذا. قال لي قد هاد الدري هذا. شي واحد دايز غير دايز في الرحبه في السوق. قال لي قد هذا. قال لي اجي ولدي اجي ولدي. عامش تزدتي انت؟ قال لي عام 55. قال لي اذا احمد عام 55. والدري الثاني مصطفى قال لي غيكون صغر منه بشي عامين، دار له 57. وحسن اللي صغير قال لي تو غيكون صغر منه بشي عامين، دار لي 59. هكذا في لحظة سريعة رسمت هوية بالكامل ورسم ميلاد إلى آخره. الوالدة طبعا علاقة كانت هي اللي تكاد تكون سيدة البيت. كانت طبيعة الحياة في الأسرة في العائلة تقريبا حياة أمومية، مجتمع أميسي. الوالد كان نائن بنفسه. الأصل ديال الوالد من الصحراء. أصل الوالد من منطقة السمارة. جدي طبعا وأسرة الوالد في إطار الاحتلال الإسباني والمحن ديال الاحتلال الإسباني في منطقة الصحراء، هاجروا عدد من العائلات ومن القبائل إلى آخره، وهاجروا حتى واستوطنوا منطقة الرحامنة. فالوالد رقيبي من الرقيبات، الأصل رقيبي. والرقيبات كما تعرفون فيهم جزء أجنحة. كاين الجناح الرقيبات الغرب اللي هما في المنطقة المطلة على الأطلس، المحيط الأطلسي، مناطق الخيص، وعنده شوية الأنشطة الفلاحية إلى آخره. وكاين رقيبات الشرق في المنطقة الشرقية، دخول نحو بحال غادي للجزائر أو غادي للمنطقة المحتلة تندوف إلى آخره. كاينين رقيبات الشرق، وممتدة هذه أكبر القبائل الصحراوية، ممتدة حتى في موريتانيا وفي العمق في الصحراء الجزائرية الشرقية إلى آخره. وعدد من قادة البوليزاريو هم من رقيبات الشرق على فكرة. وهذه الرقيبات عادة كانوا رعاة إبل وكانوا محاربين في تاريخهم معروف. وجدهم موجود في السمارة، أحمد الرقيبي. ولكن الوالد رقيبي من واحد العرش، حيث كاين عروش، يعني القبيلة فيها فخاضي أي أقسام فرعية. كان من قبيلة سلام، فهو رقيبي سلامي رحماني. والدة ديالو من بوشان والوالد من البحيرة إلى آخره. هذا هو كبرنا في بيت صغير متواضع متعدد الأفراد، نعيش بين بيت النار في الخبز في الدفء، مشهد ديال النار والبيت والناس كيجيبوا الخبز والحلوى واشياء. ورمضان عنده ذاكره الفران، والاعياد عندها ذاكره الفران، وباب الفران فيه الاولاد الصغار والبنات بضفائرهن حاملين وصلات الخبز والالواح الى اخره. وكذا جزء من ذاكرتي. وايضا الشواء هو فيه النار. ملي كنمشيو للسواق نخدم مع الوالد. السقيطات كيبيع السقيطات ماشي القضبان ماشي البروشات، يبيع السقيطه بالكيلو، اللحم ديال الغنم او الماعز، وحنا نشتغل. هذه المهنتين، مهنه الوالده ومهنه الوالد، يعني جزء من تكويني الذاتي ومن ذاكرتي ومن سلوكي ومن العالم او الكون الذاتي والشخصي الى اخره. في مدينه بن حمد كانت مدينه صغيره عندها 5000 10000 15000. الان تقريبا عندها 35000 ديال الساكنه تقريبا. مدينه في الغالب يسكنها مزارعون وحرفيون بسطاء كيمشيو للسواق، هذا هو. لكن فيها عدد من المثقفين وعدد من المبدعين. مدينة فعلا منتجة، وعدد من الوطنيين وعدد من المقاومين، حتى من المقاومين الكبار في الدار البيضاء انحدروا من منطقة بن حمد مزار. مدينة يعني متخيل ديالها شعبي غني، فيها العنصر العربي من قبائل بني هلال هي القبائل المهيمنة، وفيها العنصر الأمازيغي. وأصلا منطقة مزاب في بن حمد في إقليم السطات في الشاوية أصلا كانت أمازيغية. الشاوية كلها أصلا كانت أمازيغية. مع مجيء العرب في القرن الثاني عشر الميلادي وبني هلال استوطنت هذه المناطق وأصبحت تتعرب تدريجيا إلى
أن أصبحت تقريبا عربية. على فكرة بين قوسين، من على سبيل المراح، كان عندنا واحد رئيس البلدية ديال الستينات، من دوك الناس اللي غير منتخب وكذا إلى آخره، وكان مدير ثانوية سميتو الحاج محمد المزاري الله يرحمه. فكان في 70 في البرلمان اللي كان معين تقريبا، برلمان كيسميوه برلمان أوفخير، برلمان أوفخير، لأنه أوفخير هو اللي دار اللائحة ديال البرلمانية ديال 1970. برلمان كان مزور كله على كل حال، فكيسميوه في الحياة السياسية وكذا برلمان أوفخير. دام سنة وأقل ونص، سنة ونص أو أقل شوية، لم يستمر. وجات الأحداث كالتي تعرفون، 71 و 72 تسخيرات، ثم الاعتداء على طائرة جلالة الملك آنذاك إلى آخره، فتوقف التجربة ودار دستور جديد في 72 إلى آخره. على كل حال، فكانت المناظرة ديال الفلاحة في 1970، وجلالة الملك ديك الساعة الحسن الثاني الله يرحمه استقبل أعضاء المناظرة في القصر الملكي، ولقى فيهم الكلمة ديالو، وكان دايرين واحد الإخراج يتكلم وزير الفلاحة، ومن بعد يتكلموا بعض الممثلين ديال الفئات أو الجمعيات المهنية وباسم الفئات ديال الفلاحين. تكلم الأول، تكلم الثاني، تكلم الثالث، الرابع. هادشي اللي عادة ما بقاتش. فتدريجيا بقات الأشياء هكذا. واحد اللحظة نودي على فلاح صغير سيتكلم باسم صغار الفلاحين، ومقرين واش يقول، مرين واش غادي يقول. خصو يقول العام زين والأمور كلها بخير. ملي ناض هذاك السيد بقى كيشوف، تكلم الأول، تكلم الثاني، كيشوف داك الشيء كله ماشي هو الواقع الذي يعيشه في العالم القروي، كلهم كيكذبوا. وداك الشيء اللي قالوا ليه يقول ما. فلما وقف قدام الميكرو قال له سيدنا هادشي راه كله كذوب، ما كيقولوش الواقع، حنا محنين، الفلاحه مكرفصين، ما كاينش الزريعه، ما كاينش الدعم، حنا راه كذا. وديك الساعه كان التلفزيون داكشي مباشر، وفقير بقى في حيصه بايص، الاخراج ديالو لم يكن موفقا. فدار هكذا، عيط على واحد المساعد جا عنده الى اخره، قال له شكون اللي غياخذ الكلمه؟ قال لي غياخذها باسم العالم البرلمانيين ديال العالم القاري. واحد السيد هو موجود فينا، هو قال لي راه مشى عنده دوا معاه، قال لي هذا السيد خصك تبالي لي به، وغتقول على والديه وقول عليه ودا كذا ودخل فيه. قال لي لا ما توصيش اليتيم على البكا. فعلا ناض هذاك البرلماني ديالنا ركز كلمته على هذاك الفلاح الصغير ينتقده. والمضمون ديال الموضوع انه بحال ما عندوش تربيه، ما فاهمش المقامات، وانه هو كيجيب فمه يقول وما عارف ما يقول، وداك الشيء بحال يعني خفف من وطأة النبره النقديه ديال داك الفلاح الصغير. والحسن الثاني بدا كيضحكوا مزيان، وهذا كان فعلا عنده قدره على الاضحاك، عنده روح ديال التفكه. فلما خلصوا وقفوا بداو كيتقدموا يسلموا على الملك، الواحد تلو الاخر، وصلوا هذاك الحاج محمد المزابي سلم على الملك، تكا باس له يدو الى اخره، ويشدوا من يدو. قال له منين انت في الخوت؟ قالوا نعم سيدي انا من بن احمد مزاب. حسن الثاني مباشره قال له واش كيجيوكم مزاب ديال الجزائر؟ قال لي ما كيجيوناش نعمس، ابدا كيجيوناش. قال لي لا، ولكن اش كتقول كتب التاريخ؟ قال لي نعم سيدي واخا يقول القرآن الكريم. أظن أننا بالفعل استدرجنا سي حسن نجمي من أجل أن يبدأ ويشرع في سرد سيرته. سي حسن ما عليك إلا أن تكتب سيرتك، لأن الحاضرات والحاضرين سيقرؤونها ابتداء من الفصل الثاني، أما الفصل الأول فقد استمعنا إليه. تحدثت عن السيرة الذاتية، لن أذهب بعيدا، أبقى في القاعة. نحن بدأنا بكتابة تاريخنا في تطوان، تاريخ تطوان. نجلة الأستاذ محمد داود حسن داود حاضرة معنا. تحدث عن تاريخ الحركة الوطنية، خالها الحاج عبد السلام بنونة كتب في 4 أجزاء، الجد في 4 أجزاء، في 4 أجزاء كتب تاريخ الحركة الوطنية. أبقى دائما في الصف الأول من هذه القاعة، وأصل إلى الأستاذة فوزية الدعليلي أسألك. نعم، لأنه بعد كتابة تاريخ كتبنا السيرة مع التهامي الوزاني. صحيح أنه قبل هنالك سليمان الحوات
شفشاون كتب ثمرات أنسي في التعريف بنفسي إلى آخره، طبعا والحسن اليوسي من قبل وكذا. وبعد التاريخ كتبنا السيرة، وبعد السيرة كتبنا الشعر. أريد أن أسألك عن اللحظة، صيرورة مؤسسة للشعر المغربي والعربي الحديث والمعاصر، من محمد الصباغ إلى محمد الميموني. هادو جذور ديالنا. اولا نحيي اختنا العزيزه فوزيه، زوجة الشاعر المغربي الكبير الرائد محمد الميموني، الله يرحمه في هذا المساء، ويرحم كافة شعرائنا وأدبائنا اللي فقدناهم في الفترات أو في السنوات القليلة الأخيرة. السي محمد الميموني أولا أخ صديق عزيز، وكان شاعرا في قصيدته وفي حياته أيضا، من الشعراء القلائل في المغرب اللي في سمتهم وفي صورتهم وفي أناقتهم وفي لمستهم وفي حديثهم وفي نظرتهم هناك شعر. الشعر لديهم لم يكن موقوفا على القصيدة وحدها، شعراء في الحياة. علاقة السي محمد الميموني مع فوزية أطال الله في عمرها ومتعها بموفور الصحة والعافية، علاقة استثنائية، علاقة جميلة ودودة. لا أحد منا حتى من جيلنا كان أو يمكن أن يرقى إلى مستوى هذه العلاقة الجوهرية بروح الشعر. وأيضا السي محمد رحمه الله كان مناضلا، وكان رجل تربية، ومن مؤسسي جمعية أصدقاء المعتمد في شفشاون، انتصارا لقيم الشعر، انتصارا للشاعر فيه. محمد الميموني وعبد الكريم الطبال وأحمد بن ميمون شقيقه الأصغر الله يذكره بخير، وعدد من المثقفين ديال مدينة شفشاون، تلك المدينة الوديعة الرائعة، أسسوا في سنة 65 جمعية أصدقاء المعتمد، ومن خلالها مهرجان الشعر المغربي المعاصر. ومنذ إذن إلى اليوم مع الأجيال المتلاحقة ظل هذا المهرجان وهذه الجمعية يواصلان الحياة والحضور والتأثير. ومعنا اليوم رئيس الجمعية ورئيس المهرجان الراهن السي عبد الحق بن رحمون، الأخ الشاعر الصديق، اللي ضامنين هذه الاستمرارية ديال هذه الجذوة، هذه الشعلة الأنيقة والجميلة في تاريخنا الشعري وفي تاريخنا الأدبي. محمد الصباغ تعرفت عليه، أو يمكن أن أزعم أنني التحقت بحياته في وقت متأخر من حياته، وزرته أكثر من مرة في بيته في الرباط. وغريب، ربما الأمر يرجع إلى الشمال وربما يرجع إلى تطوان. يعني ما عندناش حنا نوعية الأديب اللي كتوجدوا في الميموني أو توجدوا في الصباغ. الأناقة المطلقة في اللباس واللمسة ديال الحياة، كتصيب واحد كأن يعني ممسوس بإبرة الحياة. اللغة بديعة وجميلة حتى في حياته اليومية، حتى في حياته اليومية، ويحدثك ويتحدث إليك وينصت إليك، تجد نفسك أمام نموذج للأديب الحقيقي، ليس للكاتب المفهوم الأدب. أديب. محمد الصباغ كشاعر هو رائد من رواد قصيدة النثر في المغرب وفي العالم العربي، رغم أنه لم ينتبه إليه في المشرق العربي. معنا أخت الشاعرة الكبيرة اليوم أمل الجبوري، ستلتقون معها غدا وهي تشرفنا بحضورها في هذه الجلسة. كنا نتحدث وتتحدث بنوع من المرارة بالمضاضة كيف أن عددا من رموز الأدب المغربي لم يحظوا بالانتباه في المنطقة ديال الشرق العربي لأسباب تاريخية، لأسباب تتعلق بالمرحلة الاستعمار، الفواصل الجغرافية اللي كانت إلى آخره. والمغاربة، أقول هذا لأنفسنا لنا جميعا ولأختنا أمل الجبوري الشاعرة العراقية الصديقة، وشكرا لدار الشعر على هذه الاستضافة الكريمة
لهذه الأخت الصديقة العزيزة. المغاربة، المثقفون المغاربة يعرفون عن المشرق العربي، عن الحركة الأدبية في المشرق العربي كل التفاصيل، كل التفاصيل. يعرفون عن الأدباء وعن الشعراء وعن القصاصين وعن الروائيين أكثر مما يعرفون عن أدبائنا وشعرائنا وكتابنا، لأسباب ليس هنا مجال الحديث فيها. ولا ألوم أحدا، لا ألوم أحدا، لأن التجربة الأدبية في العالم العربي ظلت قائمة على نوع من التمزق بين المشرق والمغرب. وفي لحظة من اللحظات كان هناك نوع من الصراع الفكري الإيديولوجي، وبعض المرات كان يسقط إلى درجة من الشوفينية. المغاربة يعتبرون أن المشارقة يحتقرونهم، وأن المشارقة يتمركزون على الذات أكثر مما ينبغي، وأن هناك إرادة لجعل المشرق مركزا، وهناك أطراف وهوامش، منها المغرب أو المغرب الكبير، منها السودان، منها الأردن، منها منطقة الخليج إلى آخره، لأن هناك مراكز. التجربة الثقافية والأدبية كانت هكذا. للأسف مرة سألت محمد مفتاح رحمه الله في حوار منشور، واستدرجته إلى الحديث عن علاقة المغرب بالمشرق من منظوره. كيف تنظر سي محمد إلى هذه العلاقة اللي قائمة على نوع من التوتر وسوء الفهم وسوء التفاهم بين الأشقاء في المشرق وفي المغرب العربيين إلى آخره؟ فقال لي، وهو رجل تكوين أولا ديني، تعرفون أنه فقيه وتدرج في المدارس القرآنية في البادية، في الدوار عندنا في المنطقة، في سيد البطاح، ثم في سيدي مسعود بن حسين في منطقة دكالة في العالم القروي، ثم في بن يوسف في مراكش إلى آخره. واشتغل معلما فيما بعد، ثم دار البكالوريا حر، ثم دار الإجازة حر، وبعد ذلك دبلوم دراسات العليا حول. هو الذي صنع ديوان لسان الدين بالخطيب. لم يكن هناك ديوان لسان الدين بالخطيب. كل قصائده وأشعاره كانت مشتتة وموزعة على المضان والمصادر التاريخية والأدبية والمذكرات والكتب القديمة الأندلسية. فمحمد مفتاح هو الذي جمع كل النصوص والقصائد، وصنع في المصطلح النقدي العربي القديم يسمى صنع الديوان، أي جمعه ورتبه وفق الحروف الأبجدية ديال القوافي، وعمل عليه دراسة في جزئين في دار الثقافة. عمل عظيم، خذ عليه دبلوم دراسات العليا. ومحمد مفتاح قال لي: المغرب لله والمشرق لله. لله المشرق والمغرب. لذلك بمعنى أن هذا التوتر هو مفتعل، ينبغي أن نتخطاه وأن نتجه إلى نقط التلاقي والحوار المشترك والتعاون الأفق المشترك. على كل حال، عندما سألتني عن علمين من أعلام الثقافة والأدب والشعر في الشمال وفي تطوان وفي شفشاون، محمد الصباغ اقتربت منه وأحببته، ورجل ودود ناعم. وأظن أن هذه الصفات النبيلة والأنيقة والجميلة، أناقة في الشعر، والأناقة في التفكير، والأناقة في اللباس، والأناقة في الحياة. ما كتسمعش صوت محمد الميموني يصرخ صوته مرتفع، أو صوت محمد الصباغ نهائيا. دمت الأخلاق وهدوء وصمت نبيل، مع أنهما معا كان أديبين لهما جرأتهما وله موقفهما من العالم. شي الصمت ديال التواطؤ، ديال الخنوع، ديال الجبن، ديال الخوف، لا، الصمت ديال الروح المهذبة، ديال أناقة الروح. وأظن أنها صفة من صفاتكم في الشمال. أظن أنا من مدين لعدد من الأساتذة اللي كانوا يجيو عندنا في منطقة بن أحمد وفي إقليم ديال السطات، كانوا من القصر الكبير، من تطوان. عدد من أساتذتنا كانوا من الشمال. لكنني لن أبرح الصف الأول بالقاعة، وسأواصل الذهاب يسارا، ونحن من اليسار. وأتوجه من جيل الميموني الطبال، الميموني السرغيني،
بينك وبين هؤلاء جيل آخر، جيل المجاطي وعبد الله راجع بالأساس والجماري، ومن هذا الجيل شاعر يجلس أمامنا في الطريق سألتني عنه، قلت لك يقينا سيحضر، لأنه دائما وغالبا ما يحضر اللقاءات الجميلة. أقصد أستاذنا وصديقنا الشاعر عياشي أبو الشتاء. شكرا لك. فعلا سولته قلت له إخوان واش خبرتي لبعض الإخوة. الثالث من اليسار كاين السي حسن اللي ملاحي القاصد المبدع، والسي عبد الجواد الخنيفي الشاعر، والعياشي ابو الشتاء هو الثالث. الاخوان اللي ما كيشوفوش، هو العياشي ابو الشتاء اولا استاذ، وكان في الدار البيضاء، وكان رئيس القسم الثقافي في الجريده ديال الاتحاد الاشتراكي، وكان مشرف على صفحه على الطريق. وهذه الصفحه بالخصوص الصفحه الثقافيه اليوميه، ولكن ايضا صفحه على الطريق كانت اسبوعيه مهتمه بادب الشباب، الشعراء والقصاصين الشباب، عدد منهم وعدد من الاسماء التي اصبحت اليوم تملا الفضاء الادبي الشعري القصصي في المغرب، يعود فيها الفضل الى هذا الرجل، الى تواضع هذا الرجل، الى اخلاص هذا الرجل، الى محبته للادب. وكان يشتغل يستنبت المواهب الجديدة ويحتضن المواهب الجديدة ويفتح لها أفق ويعطي أمل للناس. مرة عبد الوهاب البياتي رحمه الله قال لو أن المحررين ديال الثقافيين ديال الصحف والملاحق والمجلات الثقافية فرضوا ضائقاتهم الخاصة لما أتيح لعدد وافر من الأدباء العرب الذين نراهم اليوم أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه. كراهم من تماش بدلوا الطريق، مشاو لشي حاجة أخرى. عندما يقمعهم المحرر الأدبي والثقافي، عندما يفرض عليهم ثقافته واختياره ونظرته للأشياء ويحرمهم من حريتهم في الإبداع، في الغالب كيقمع موهبة وكيدفنها، كتبان لها أن ما عندها لاش تتواصل الحياة الأدبية أو الفنية أو الجمالية. الأديب الحقيقي عندما يكون مسؤولا ثقافيا على صفحة أو على مجلة أو كذا، يتيح الهوامش ديال الحرية للأجيال الجديدة. أخي العياشي ابو الشتاء نحن مدينون له. وأيضا التحقت بجريدة الاتحاد الاشتراكي في يوليوز 84، كان مسؤولا عن الصفحة وعن الصفحة الثقافي، واشتغلت معه وإلى جانبه. وعندما التحق بالجامعة ترك لي موقعه فخلفته وسرت على هديه واقتفاء لأثره. لا أعرف هل كنت في مستوى تواضعه، لا أعرف هل كنت في مستوى أخلاقه، لا أعرف هل كنت في مستوى حسه وحدسه الأدبيين، لا أعرف. أتمنى أن أكون كذلك، لكن ينبغي أن نصون لهذا الرجل قيمته المرجعية، قيمته المرجعية في استنبات وفي تغذية الحياة الأدبية في المغرب. وكذلك الشأن في عدد من الحقول الأخرى. معنا فنانين الآن في الحركة التشكيلية يعرفون أن هناك بعض الأساتذة في الحركة التشكيلية أو أساتذة في كلية كذا أو في مدرسة الفنون الجميلة في تطوان أو في الدار البيضاء لعبوا دورا في تكوينهم وفي زرعهم وفي الدفع بهم في أفق الإبداع والجمال. وهذه القيم مهمة جدا في الحركة الأدبية والفنية والجمالية، أن تنصت لصوت الأجيال الجديدة وأن تجيد الإنصات دون ما تعال، دون ما وصاية، دون ما احتكار، دون ما سلطة اللي فيها نوع من الإكراه أو الاستبداد في التوجيه وفي التلقين. شكرا لك. عيد الكتاب هذه الدورة تنتهي في 28 من الشهر الجاري. اقترح الآن على المنظمين أن يواصلوا لنهاية هذه السنة، لأن الحديث مع الشاعر حسن نجمي
شيق ولا ينتهي. أمس أثرت مع صديقك ضيفنا في ليالي الشعر الشاعر اللبناني عيسى مخلوف، هو المتخصص في الأنثروبولوجيا الثقافية. أثرت معه سؤال اهتمام بالثقافة الشعبية. أنت صاحب كما قلت في البداية صاحب دراسة مرجعية عن فن أصيل جميل من الفنون الشعبية المغربية، فن العيطة. قلت لعيسى مخلوف المفارقة أن ثقافتنا الشعبية اهتم بها الآخر من خلال أعمال إثنوغرافيين أنثروبولوجيين إلى آخره أكثر مما انشغلنا بها نحن، فظللنا بعيدين عن فهم أنفسنا ووعينا وذواتنا وسلوكاتنا وثقافتنا، ونتحدث عن ثقافة عالمة غالبا ما كانت مستوردة شرقا وغربا، ونسينا من نكون. لا أريد أن أسألك عن لماذا وكيف حضرت هذه الأطروحة المرجعية، وإنما أريد أن تنقل للأجيال المقبلة ما استفدته، القيمة الأساسية للاشتغال على تراثنا الشعبي والفني. شكرا لك على هذا السؤال. يعني موضوع طويل، وليس هناك من شيء أحب إلى باحث أن يتحدث عن بحثه أو عن أطروحته. عندما يتحدث الإخوان اللي مارسوا العمل الجامعي والبحث، وهذا كيكون بحال الطفل لما يتكلم على أطروحته ولا على الموضوع ديال البحث ديالو. وتعرفون واحد القاعدة ذهبية بلا شك إخوان الجامعيين كيعرفوها: الأستاذ الجامعي اللي كيكون كيدرس في واحد المادة في واحد التخصص كيكون يعرف في تخصصه الذي يدرسه أكثر مما يعرف طلابه وطالباته. كيعرف إذا كان كيقري النقد الأدبي كيعرف في النقد ومدارس النقد والتيارات والأجيال وتاريخ النقد وأشكال الكتابة النقدية أكثر مما يعرف الطلاب. ولكن الطالب لما تعطاه واحد الموضوع ديال الأطروحة ويبدا يشتغل على أطروحته يعرف أفضل وأعمق وأكثر من أستاذه في موضوع بحثه. يعني الأستاذ تعرف في المادة، ولكن واحد الموضوع متخصص معين طالب كيقرا بزاف مجلات ودراسات وصحف وكتب وأبحاث ودراسات ربما بلغات متعددة باش يسيطر على الموضوع ويكتب فيه، فكيولي كيعرف في الموضوع ديالو اكثر ما كيعرف الاستاذ. يعني الاستاذ غيكون قاري على ذاك الموضوع كتاب جوج، عنده نظره عامه لانه كيعرف المنهج وكيعرف الخلفيات يعرف، ولكن ما تعرفش في الموضوع بزاف. الطالب كيعرف حسن، لكن اللي الطالب تعطيه يتكلم على الموضوع ديالو من هنا للصباح ما غاديش يسكت. باختصار لما اشتغلت على العيطه، انا ماشي خدمت على العيطه هكذا، يعني انا سجلت أطروحة الدكتوراه بإشراف الدكتور إدريس بن المليح رحمه الله، وكان في كلية الآداب رئيسا لوحدة من الوحدات ديال نظام الدكتوراه اللي هي وحدة النص العربي القديم والمناهج الحديثة. المناهج الحديثة تأخذ منهج حديث وتطبقه على متن شعري قديم. ففي هذه الوحدة هو اللي كان ممكن نسجل رسالة جامعية حول هذا الموضوع، حول الشعر الشفوي في المغرب، وخديت نموذج تطبيقي اللي هو العيطة. ليش العيطة؟ أولا لأنني كنعرفها بحكم أنني ولد الشاوية، وهي موجودة في الشاوية، في دكالة، في عبدة، في الشياضمة، في مناطق أحواز مراكش، في الصراغنة، في الرحامنة، في بني ملال، في زعير، في منطقة الغرب، وفي منطقة ديال الشمال العيطة الجبلية، وموجودة في الدار البيضاء وفي السطات إلى آخره. 9 ديال المناطق، كل منطقة عندها نمط، وهذه الأنماط 9 كلهم كيشكلوا نوع موسيقي واحد
اللي هو العيطة المغربية، 9 أنماط. فقبل ما نسجل الأطروحة كنت كنشتغل على واحد المشروع شخصي، بغيت ندير أونطولوجيا مختارات من شعر العيطة، يعني من الكلام اللي كتغنيه الشيخات في المغرب، وكيغنيوه الشيخ والشيخات، فيهم عبيدات الرماه، فيهم الوتيريه الى اخره. وبديت نستمع للكاسيطات، ومن بعد بديت كنشري او نبحث على الاسطوانات القديمه ونحولهم الى كاسيطات، الى اشرطه، ونفرغهم. عندي شي 600 ولا 700 صفحه اللي جمعت باش نعمل مختارات. من بعد جات واحد اللحظه وقلت علاش ما نسجلش. كنت انا غنسجل الدكتوراه ديالي على اسئله الفضاء المرئي في الشعر العربي المعاصر، هذا هو الموضوع، وجمعت له البيبليوغرافيا باش نشتغل عليه من خلال نموذج ادونيس، سعد يوسف، محمود درويش، وجوج او 3 من الشعراء المغاربه من الستينيات والسبعينيات ومن الجيل الجديد. اختار نماذج هكذا فكرت، اي علاقه الشعر المغربي بالفضاء المرئي، بالمعمار، بالفن التشكيلي. ولذلك من هنا كان الاهتمام ديالي بالشعري والتشكيلي والسينما، العلاقه ديال الشعر المغربي بالحياه اليوميه في المدينه، علاقته بالمشهد، علاقته بالمنظر، لو بيزاج، كذا الى اخره. وشنا هي الاليات اللي الشاعر كيكتب بها الفضاء المرئي، لسباس فيزيوال، واش كيشوف مباشره ويدون صورا ومشاهد وافكارا ويحولها الى قصيده، هي عمليه الوصف، او من خلال الذاكره كيشوف معرض تشكيلي، فيلم سينمائي، مدينه بحال شفشاون او تطوان او الدار البيضاء او مراكش، او مدينه صحراويه او جبليه او كذا، ولما يرجع ويجلس يستحضرها من خلال اليات التذكر وكذا كذا الى اخره. او كيكتب على الفضاء الخارجي من خلال التكوين ديالو الذاتي في البلاغه، في الصور، كيف انتاج الصور البلاغيه بالاليات ديال الانتاج البلاغي، تشبيه واستعاره وما الى ذلك، كنايه وما الى ذلك. هذا هو المنظور اللي كان عندي في الاول. جات سياق معين فسجلت، وكان قال لي السي ادريس بالمليح الله يرحمه، ولكن انا ماشي متخصص في الادب الشفوي. مشينا كنبحثوا على شي واحد، فكان مصطفى الشادلي، الدكتور مصطفى الشادلي، وهو سيميائي، سيميولوجي في الادب الفرنسي وفي الشعبه ديال الفرنسيه، اصبح مشرفا ثانيا على الاطروحه. عندي مشرفان، السي ادريس بن المليح الله يرحمه والسي مصطفى الشادلي. وبديت كنشتغل في الموضوع ديال العيطه. ملي بديت كنشتغل كانت الفكره اولا غادي نخدم على الشعر، هذاك الشعر اللي جمعت نقوم بالتحليل ديالو، والعمليه سهله، في 6 أشهر ولا كذا يمكن لي ندير الاطروحه، ما عنديش مشكل، ما عنديش مشكل ديال الكتابه. لكن لما بديت وجدت معضلات ومشاكل منهجيه وتقنيه والى اخره، وبان انه خص واحد العمل تمهيدي اولي قبل ما ندوز لتحليل النص او فهم النص الى اخره. احيانا كتوجد قصيده العلوه فيها 4 ديال الفيرسيون، 4 ديال الصياغ. كتوجد قصيده فيها 6 ديال الصياغ. كتوجد قصيده وحده مثلا مغنيه عند عبده بعنوان معين وبشكل شعري معين، وجزء من ديك المتن الشعري في القصيده موجود عند العيطه المرصاويه في الدار البيضاء، ناقص بشكل اخر ولكن فيه المشترك. ما عنديش اجوبه لهذه الاسئله، فبدات البحث. اولا، واش كاين تاريخ العيطه مكتوب؟ لم اجد تاريخا مكتوبا للعيطه على الاطلاق. لذلك كما كيقولوا الفرنسيين، غيرت، جي شونجي لي كاسكات، ما بقيتش الباحث الادبي، وليت المؤرخ. بديت كنقرا في كل الكتب ديال التاريخ بدون ادعاء وبدون مبالغه، كل كتب التاريخ نقرا بحثا عن جمله، عن معلومه هنا وهنا. كنقرا 600 صفحه في كتاب كناخذ منه معلومه ولا جوج، استفيد طبعا، ولكن باش ناخذ عناصر اللي نبني بها واحد الفصل تاريخي. قريت كل الكتب، بعدين بعد ذلك مشيت للمصادر
مثلا الدولة الموحدية قريت ابن عيداري المغرب في تاريخ المغرب، تاريخ ديال عبد الواحد المراكشي، المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة وهو موحدي، الحلل المشية وهو كتاب أيضا في التاريخ الموحدي، الصنهاجي في البيدق في كتاب ديال الأخبار المهدي بن تومارت وإلى آخره، المرابطي الموحدي. هكذا بديت كنشتغل بعقلية ونوعية من منهجية ديال التحقيق دولة فدولة، من الفتح ومن الفرضيات ديال البحث. واش هاد العيطة بدات كغناء ديال العرب وديال القبائل العربية، بدات مع العرب من اللي جاو في الفتح الإسلامي. إذن عملية ديال القراءة لهذه المرحلة ديال الفتح الإسلامي مع عقبة ومع موسى بن نصير وإلى آخره. وجدت كل الحجج كتبين أن المغرب لم يكن عربيا، كان أمازيغيا بالمطلق. ثانيا، الفاتحون المسلمون لما جاءوا لكي يوطدوا أركان الدين الجديد في المغرب لم يستقروا في المغرب، لم يشيدوا حضارة أو ثقافة أو معمارا أو عمرانا إطلاقا. حتى إن الدكتور حسين مؤنس، وهو واحد من أبرز الباحثين العرب المختصين في الغرب الإسلامي، قال بأن العرب الفاتحين في تلك المرحلة ضلوا على ظهور الخيل، ضلوا على ظهور الخيل، لم ينزلوا، لم يشيدوا شيء إطلاقا. ولذلك المغاربة ارتدوا عن الدخول في الإسلام 13 مرة. هل تعرفون ذلك؟ 13 مرة كيجي الجيوش الإسلامية تتفرض الإسلام، كيمشيو على أساس أن المغرب أصبح مسلما ويرتدون، كيعاودوا يرفضوا هذا الدين مرة أخرى، حتى جاء موسى بن نصير وهو الذي وطد الإسلام في المغرب. ولكن كان الثمن باهظا جدا، حتى إن عدد من المؤرخين الكبار، الرقيق القيرواني في وصف إفريقيا من القرن الخامس على سبيل المثال، البكري ابن حوقل في سورة الأرض موجود، يصفون هذه المرحلة كانت صعبة إلى درجة أن المؤرخ المغربي السي محمد القبلي، الدكتور محمد القبلي، قال بأن ذيك المرحلة يعني أعمل فيهم السيف وقام بما أصبحنا نسميه اليوم بلغة اليوم نوع من التطهير العرقي. كان رهيب جدا لدرجة أنه موسى بن نصير كان كياخذ البنات الجميلات، عملية اختيار ديال الأمازيغيات، سبايا يختار بالآلاف، كيقولوا 5000 المؤرخين، كيقولوا 10000، وكيبدا غادي بهم من المشرق. ملي كيقضي ايام في فتره في لحظه من اللحظات عند شي والي من الولاد في الطريق، كيعطي واحد جوجات ولا ثلاثه وغادي كيوزعوا الى اخره، حتى ان الخليفه الاموي سجن موسى بن نصير. هل تعرفون ذلك؟ وان موسى بن نصير قضى النصف الاخير من حياته سجينا الى ان مات في سجنه. ومن اشارات من صدف من مصادفات التاريخ ان صقر قريش عبد الرحمن الداخل لما هرب من المشرق إلى طنجة وعبر إلى الأندلس، وبعد ذلك شيد الدولة الأموية في الأندلس، ماشي يرجع صدفة ركب في واحد الباخرة حرق وجا، لأنه جاي للمغرب عند خوالو، لأن والدته من الأمازيغيات المسبيات اللائي أخذن إلى دمشق، فهو جاء عند خوالو، عمليا جاء عند أخوالي. هذا على كل حال ما نطولش كثير. فبديت كنتبع إلى آخره. من بعد عجزت تماما باش نبني هذا التاريخ، بديت كنستشير مع بعض الأساتذة المؤرخين. واحد من الأساتذة السي الحسن الحافظي الله يذكره بخير قال لي: يا ودي شوف المصادر الهامشية اللي كيعتمدوها المؤرخين. انت دابا قريتي التاريخ الرسمي وقريت حتى الأطاريح، بعض الأطروحات في فاس، في الرباط، تصور في كلية الآداب، في هذا اللي لم تطبع ككتب، وبقيت غادي هكذا. من بعد قال لي: شوف فقه النوازل. أنا كنظن هادشي مفيد ولا غير كنترتر؟ فقه النوازل، ثلاثة المصادر مهمة في تاريخ اللي بغى يكتب التاريخ يقرأ فقه النوازل، اللي هو بحال ركن المفتي. الفقه النوازل هو
الفقهاء القدام كيجيو عندهم المواطنين عنده نازله مشكله، كيعرض على الفقيه، كيقول واحد وقع لي مع هذا السيد، دار لي ما بغاش يخلصني، وقع لي مشكل كذا كذا الى اخره. ومن بعد كيعرض على هذيك المشكله، والفقيه كيبت يعطي الحق لهذا او يعطي لهذا، يفصل بين الناس. هذا هو فقه النوازل. النازله هي الحادثه الواقعه، ويسمى فقه النوازل. كاين الونشريسي عنده 11 او 12 جزء، 11 والفهارس في جزء 12. قرأت هذه فيها واحد المصادر ديال الإخبار التاريخي مهمة جدا. والنوازل ديال الوزاني والنوازل ديال العالمي في جزئين، الوزاني في 3 أجزاء والونشريسي في 11 جزء، مهم جدا. ونصحني بأن أقرأ آداب الحسبة في الغرب الإسلامي. المحتسب في الفترة ديال الأندلسية والمغربية القديمة كان المحتسب هو اللي مكلف بالمهن، بمراقبة المهن، بالوزن وبالمكيال والثمن ومدى السلامة الصحية ديال المواد اللي تتباع الناس في السوق، خبز، زيت، السمن، اللحم، حوت، أي شيء. ويكتبون تقاريرهم، وبعدين بعد ذلك يجمعونها في كتب تسمى آداب الحسبة، فيها أيضا معطيات تاريخية مهمة على المهن وإشارات مهمة إلى آخره. مرة احنا في الشمال ما فيها بس نجدوا واحد الواقعة ديال بني زروال. واحد السيد بغى يزوج بنته، هذه نازلة عند الفقيه، بغى يزوج بنته، مشى للمدينة، اتفق مع 2 عدولات شاهدين باش يجيو عنده البادية يسجلوا له الزواج ديال بنته مع الخطيب ديالها، عاد يدير العرس. وفي نفس الوقت اتفق مع فرقة ديال الطبارين والغياطين. ملي كتقول الطبارين والغياطين كأنك تتحدث عن جهجوكة، العيطة الجبلية إلى آخره. فكتاخذ واحد المؤشرات، إما من الآلات التي تذكر، وإما الاسم، وإما ملي اتفق معاهم يجيو عنده الجماعة ما جاوش الغد، ولكن الفرقة الموسيقية جات عنده العروبية البادية، باتوا تما. الغد الصباح عاد وصلوا الشاهدين، عاد وصلوا عنده، سجلوا الكتاب، زوجوا البنت مع الولد. نهار السبت في العشية داروا العرس، ضالين فرحانين وداروا العرس. جاو الخلاص الأداء الأجر، عطاهم أجر ديال ليلة واحدة، خدموهما ليلة واحدة. قال له لا، حنا جينا عندك البارح. قال لي ما خدمتوش البارح. قال لي ولكن كون ما جيناش عندك كنا نكونوا في عرس اخر، غنخدموا، ضيعتينا، اذا خص تخلصنا في ليلتين. مشاو عند الفقيه كيحكيوا له هذه الواقعه. طبعا ما تيهمنيش انا الحل، تيهمني هذاك الوصف ديال الواقعه، ان الطبارين والغياطين موجودين كذا الى اخره. مثلا كنقرا عند الونشريسي اشارات، والونشريسي كان في بدايه الدوله المارينيه، اي عاش الفتره ديال الدوله الموحديه. كيتكلم على مثلا مرأة جات كتشكي من مرأة أخرى سلفتها الذهب باش تحضر في العرس وتسرق ليها وما بغاش تعوضها. كتقول لها زيدي معايا هذا الفقيه اللي قال الفقيه كذا كذا، فكيحكيو الحكايه عاد كيصدر هو الفتوى. اذا كنعرفوا في الفتره الموحديه والفتره المارينيه كان الناس كيتسلفوا للذهب باش يبرزوا في العراس. كان القياطن كيتكراو، كيتوي ثاني كيدوي على واحد حرق لواحد القيطون ديالو سلفوا له باش يدير العرس كذا كذا الى اخر. هذه الوقائع مهمه جدا باش تمكنت نجمع الماده ديال الكتاب. فبدل من كنت نفكر في فصل واحد كتبت 5 الفصول في تاريخ العيطه، ومن خلالها تاريخ التعبيرات الموسيقيه والفرجويه في المغرب، ومن خلال التاريخ للفرجه والتعبيرات الموسيقيه والاغاني وكذا يمكن ان نقرا تاريخ المغرب، تاريخ المجتمع، تاريخنا الثقافي وتاريخنا الاجتماعي. بحيث العيطة أو الغناء التقليدي ماشي فقط غير طنز، نوع من التراف، لا، هو عمل إثنوميزيكولوجي يندرج في الأنثروبولوجيا الثقافية واشتغال على تاريخ المغرب وعلى طبيعة المجتمع. لأن الإثنوميزيكولوجيا كمنهج أن تدرس موسيقى شعبية أو موسيقى تقليدية مغربية أو غير مغربية في علاقتها بسياقها وبنظامها الاجتماعي. إذا كانت زاوية دينية عندها الموسيقى كتدرس هذه الموسيقى في علاقة، في تعالق مع التعبير الديني، السماع والذكر إلى آخره. إذن هكذا أولا اشتغلت على الشعر الشفوي، اشتغلت على قمت بتنظيم هذا النوع
من حيث الأشكال الشعرية كاين القصيدة وكاين الحبة وكاين البروال. البروالة هي القصيدة الموجزة، والحبة هي الشذرات، بقاو فيها الحجلات تريشو حيات، دقيت الحيط ما سمعتي عيط، ماذا عيط واش انت ميت، ريحة المعيطي في طليميطي، إلى آخره. مثل هذه الأشياء كلها هذا أشكال شعرية. ثم الشكل الموسيقي، ثم شكل الأداء، لا بيرفورمانس ديال هذا النوع فين كيتأدى، ومن يؤدي هذا النوع الموسيقي المغربي إلى آخره. هذا هو الإطار العام. شكرا لك. إذن هذا ليس حسن نجمي، وإنما بعض من حسن نجمي فقط. حسن نجمي هذا الشاعر الذي توجه إلى مجال الصحافة، حتى رأس تحرير مكتب الجريدة في الرباط، حتى رأس تحرير الجريدة، حتى أسس جريدة النشرة ورأس تحريرها، حتى إذا لمع صحفيا وإعلاميا عاد إلى الشعر. هذا الشاعر الذي احترف السياسة أيضا بمعناها النبيل، حتى إذا وصل إلى المسؤولية في القيادة عاد إلى الشعر. ترأس منظمة ثقافية مثل اتحاد كتاب المغرب، ثم عاد إلى الشعر وتوالت الدواوين الشعرية الأخرى على انفراد، المستحمات، أذى كالحب، وهكذا. أسس ورأس بيت الشعر في المغرب، ثم عاد أيضا إلى الشعر. أسس أو ألف وأعد وأنجز كما قلت هذه الأطروحة المرجعية في الأدب الشعبي، ثم عاد إلى الشعر. كتب في النقد الروائي عن الفضاء الروائي تحديدا، دراسة أيضا مرجعية، لكنه تركها وخلاها وعاد إلى الشعر. كتب الرواية وعاد إلى الشعر، وكتب رواية أخرى وعاد إلى الشعر، لأنه في الأصل كان الشعر، وفي الأصل كان الشاعر المغربي والعربي الكبير حسن نجمي. أدعوكم إلى الإنصات لقصائده، لنماذج يقترحها علينا من تجربته الزاخرة والشاعرة. لك الشعر والكلمات. الشعرية وللأصوات الشعرية المختلفة والمتعددة وللغات الشعر المختلفة، وأكتب الشعر دائما. الشعر هوية ليس اختيارا، الشعر ليس قرارا نتخذه كي نكتب الشعر. الشعر يأتي في لحظة ما، وقد ينفلت في لحظة ما، وقد يهرب في لحظة ما، وقد يعود في لحظة أخرى. أحيانا ننجح في كتابة قصيدة، وأحيانا أخرى نخفق في كتابة قصيدة، ولكننا نكتب، نواصل هذه العملية الإبداعية الخلاقة. معي شعراء وشاعرات أمامي أعتز بحضورهم وبحضورهن في هذه الأمسية، وأنا واحد منهم. لا أزعم أنني من أفضل إخوتي وأخواتي الشعراء في المغرب وفي العالم العربي. الشعر إذا كانت له من قيمة ومن فضيلة، وأن يعلمنا معنى التواضع، كيف نتواضع أمام العالم، أمام تعقيدات العالم، أمام بدخ العالم، وكيف نتواضع أمام الزمان والمكان وأمام اللغة. ليس سهلا أن نكتب الشعر، لأننا نكتب عن ذواتنا، عن ضآلتنا، عن إحساسنا بالإخفاق، عن صمتنا. نقطر نوعا من صمتنا الداخلي في كلمات. أحيانا تعجز الكلمات نفسها عن أن تفي بالغرض، أن تنهض، أن تعبر عما نريد أن نكتب عنه. ليس دائما
وليس صحيحا أن اللغة متاحة للجميع. الجاحظ يتحدث عن الأفكار متروكة في الطريق، لكن اللغة أيضا ليست مطروحة في الطريق. اللغة، المعاجم اللغوية فيها كثير من الكلمات، ولكن الكثير من هذه الكلمات مستعمل. كل كلمة لها تاريخ من الاستعمالات، أي فيها ترسبات من المعنى. إذا أردت أن تكتب كلمة الزعتر في قصيدتك سيقول لك هذا محمود درويش. إذا كتبت عن البرتقال يقول لك هذا محمود درويش. إذا كتبت عن الجسد أو التجسد سيقول هذه أدونيس. الذاكرة لدى القراء والمتتبعين المهتمين بالكتابة الشعرية يعرفون المتون المرجعية للشعر. عندي في ديوان المستحمات قصيدة عن المليكة وعن الأميرات. هذا الأسبوع أخت من الأخوات في الرباط يتحدث معي، إيمان تتعرفيها، ماشي ضروري نذكرها في هذه القاعة، قالت عندما قرأت قصيدتك أو قصائدك عن المليكة مباشرة تذكرت قصائد قاسم حداد عن المليكة. ما معنى ذلك؟ معناه أن اللغة ليست محايدة وليست عذراء كما نتصور، وليست بريئة تكتب وتحفر وتنبش في الكلمات. إما أن تنجح في أن تزرع روحك في هذه الكلمة أو تلك كي تشبهك، وإما أن تخفق في ذلك فتكتب فيقول لك هذا المعجم اللي اشتغلتي موجود عند بدوي الجبل، موجود عند عمر بوريشة. هذه القصيدة هذه اللي كتبتي بحال اللي كتب قصيدة ديال محمد المهدي الجواهري، كتبتي على الحرية، هذه فلان الشاعر بول إليار، هذه تشبه أراغون. هذه القصيدة عندك كتبتيها على حنفية الماء تشبه قصيدة لغيوفيك على لوروبيني. كتبتي على مطيشة على الطوماط، هذه قصيدة ديال فرانسيس بونج. يكفي كلمة واحدة يعثر عليها في النص يستلها ويقول هذه تجربة كذا. إذن ينبغي أن تكتب عن نفسك وعن تجربتك، وتكتب صوتك الخاص ومن ذاكرتك ومن جسدك ومن كيانك ومن أشيائك ومن أحداثك ووقائعك اليومية، أو تستدرج بعض الوقائع الشخصية من ذاكرتك من تاريخك الشخصي كي تنجح في كتابة قصيدة. وهل ننجح؟ ملي كنقرأ عدد القصائد من أدونيس كنقول هذا الشاعر الأمريكي فلان، هذا الشاعر فلان. في قصائد أدونيس أعثر على أصوات شعراء كبار من قراءاته. عندما أقرأ محمود درويش وهو شاعر كبير أيضا أجد صدى لقراءات كتصيب ديريك والكوت، تتصيب ريتسوس، تتصيب لوركا في شعر محمود درويش، تتصيب عدد من الأصوات. يعني بمعنى في الواقع علينا أن نتواضع. كل ما نكتبه داخل تاريخ الكتابة، لا نكتب من الصفر، لا ننتج التشكيل من الصفر، لا ننتج السينما أو المسرح من الصفر من العدم، نكتب من خلال الآخرين. ولذلك في ذواتنا ذوات أخرى، في أصواتنا أصوات أخرى، في ثقافتنا، في مرجعيتنا، في لغتنا، في حديثنا، في نكاتنا، في أمثالنا الشعبية، في ما نقوله وما نكتبه يحضر آخرون غائبون، نصوص غائبة. أحيانا نفطن وأحيانا لا نستطيع فيحضرون ضيوفا في قصائدنا. أحيانا تقول جملة إذا قلتي صديق العبارة يقول لك مجاطي، إذا قلت كذا يقول لك فلان إلى آخره. إذن كيف نكتب هذا الشعر؟ ليس سهلا أن نكتب الشعر اليوم، نكتبه في تاريخ الكتابة، في تاريخ الكتابة. في الرواية أيضا إخوان اللي كيكتبوا القصة حسن والإخوان كيكتبوا الرواية وكذا يعرفون واحد الجانب. ولذلك عدد منهم مثلا كوندرا وبيكت تكلموا على أن
الرواية وصلت إلى نهاياتها وقد لا تمضي بعيدا، لأن كل ما يمكن أن يكتب في الرواية كتب. طبعا هذا ليس صحيح، طالما هناك إنسان وهناك مجتمعات تنتج الرومانسك وتنتج المحكي والوقائع والأحداث، سيكون هناك دائما نوع من الكتابات السردية والحكائية إلى آخره. في ظل هذه اللحظة العسيرة التي نعيشها في الوطن العربي، في هذه اللحظة الهمجية التي نعيشها جميعا بحسرة وبألم، في فلسطين، في غزة، لا أريد أن أتحدث سياسيا، أتحدث من المعنى الإنساني بالمعنى الشعري. لم نعد نستطيع أن نحتفل أو أن نفرح أو أن نرى مشهدا جميلا بدون أن تنتصب بيننا وبين ما نراه تلك المشاهد المرعبة، الدمار، الخراب، الأنقاض التي هناك. فلذلك سأقرأ بعض النصوص آمل أن أظل في هذه الروح. كجثة طفل ألقى بها البحر، لم أكن سمعت اسمه بوضوح حين ذكرته الأخبار، والآن عرفته حين ألقى به البحر تلك الليلة صغيرا بريئا فارغا من العالم، بقي هناك على الرمل وحيدا في الليل، كما لو كان يتذرع بالصمت ليواسي جثته الصغيرة. الطفل السوري الكردي الذي رحبت به طحالب وأعشاب البحر، ونسيت النجوم أن تضيء وجهه، فغطاه الغيم والرعب والليل. ولم يكن يعرف هل نسيه الله أم أراده. ضريح أنا أخمطوفا شاعرة روسية، وهي مواليد أوكرانيا على فكرة، من سلالة تترية كما نعرف، من أعظم وأبرز وأهم شاعرات القرن العشرين في العالم. أنا أخمطوفا كانت أتيرة رسمها عدد من كبار الرسامين الفنانين التشكيليين في القرن العشرين، بورتريات وتخطيطات، موديغليان يعمل لها عمل جميل، عندك بورتريات. يكفي ديروا أنا أخمطوفا في الانترنت وتشوفوا رسومات وصور. حرمها ستالين من النشر، أن لا تنشر، لأنه الوشايات وأمل الجبوري عانت مما عانته أو بعضا مما عانته أن أخمطوفا. عندما تكون أديبا وفي إطار الغيرة والحسد والصراعات المهنية بين الشعراء والكتاب، لا يرعوي بعض الأدباء في أن يكتبوا تقارير سرية إلى الأجهزة كي يطيحوا بزميلات أو زملاء ناجحين في تجربتهم الأدبية أو الثقافية. كتب عدد منهم تقارير عنها إلى الأجهزة آنذاك في ظل الاتحاد السوفيتي، فصدر قرار بأن لا تنشر. وفي مرحلة أخرى منعت من أن تكتب، حيث مرة كتجي الأجهزة تدخل البيت إذا كانت قصيدة واحدة يمكن أن تحاكم، حتى إنها أصبحت عندما تكتب قصيدة تتولى صديقة لها حفظ النص وتمزق وتحرق تلك الأوراق، والأخرى تحفظ النصوص. هي التي صانت لها نصوصها عندما سمح لها بعد رحيل ستالين أن تنشر قصائدها. وكانت مذكرات لهذه الصديقة التي أنقذت تجربة شعرية فذة وعظيمة. في سنة 38
كتبت قصيدة في واحد البيت شعري صغير سطر تقول: صلوا من أجلي، لأنه الأجهزة آنذاك قتلوا زوجها، اعتقل وعذب وأخذ إلى سيبيريا وإلى الجولاغ وإلى كذا كذا، ثم اعتقل ابنها الوحيد وعذب وسجن إلى آخره إلى أن قتل. نفس الشيء عاشته زميلة لها شاعرة من أعظم شاعرات العالم في القرن العشرين، مارينا تسفيطايفا. أنا أحب أن أخمطوفا أكثر، نبرتها الغنائية الجميلة والعظيمة، امرأة تكتب الشعر عن هشاشتها الخاصة. لكن عدد من الشعراء، أنا سألت شاعرين كبيرين، سألت أدونيس في باريس مرة، احنا في المقهى: أدونيس، من الأشعر في نظرك؟ من الأهم في نظرك؟ تسفيطايفا أم أخمطوفا؟ قال لي: أنا شخصيا أعتبر أن تسفيطايفا أكثر قيمة وأكثر شاعرية. وسألت سعدي يوسف مرة في التليفون، هو في لندن وأنا في الرباط، نتحدث في سياق الكلام، قلت له: سعدي، أنت أعرف بالعدد من المتون الشعرية العالمية وترجم عدد من الشعراء وكذا كذا، في نظرك من الأشعر، تسفيطايفا أم أن أخمطوفا؟ قال لي هكذا بدون تردد: تسفيطايفا. لو سألني أحد مخلص صغير أو سأقول له بدون تردد أخمطوفا، لكنني أحبهما معا، شاعرتان عظيمتان. هذا على الهامش. هذه قصيدة صغيرة في تحية لأن أخمطوفا، في استهلال القصيدة سطرها الشعري: صلوا من أجلي، في ظل المحنة التي عاشتها مرة وهي هازة المؤونة باش تدخل عند تشوف ولدها في أحد السجون، وكان يأخذونه من سجن إلى الآخر، زوجها ثم ولدها تدور على السجون بالسلة ديال المؤونة، واقفة في صف طويل ديال الأمهات والزوجات والأخوات والبنات اللائي جئن لزيارة سجنائهن. المرأة اللي أمامها التفتت إليها وعرفتها، قالت لها: هل تستطيعين أن تكتبي عن هذا أيضا؟ تقدر تكتبي على هذا الشيء اللي كنعيشوا فيه؟ قالت: أستطيع. وكتبت ديوانا في هذا المنحى، في هذا الاتجاه، فيه هذه العبارة: صلوا من أجلي، لأن كتعيش محنة. لا شتاء أطول من هذا الشتاء، الآلهة الصغيرة وحدها تعرف لماذا بقينا هنا إلى الآن نحرس الضريح. حتى في الليل لا نفترق عنك. قالت كتب: ستنهض التترية من أبد نومها، وستمضين معنا بقلب أخضر عائدة إلى بلاط الحياة. لهذا نحن هنا تصلي قصيدتنا من أجلك. النائمة. في استهلال هذه القصيدة أغنية تقول: لا تفتح النافذة إن لم يكن هناك قمر. لا تفتح النافذة إن لم يكن هناك قمر. إذا جئت ووجدتني نائمة لا توقظني. إذا جئت ووجدتني نائمة لا توقظني. فقط تفقد غرفة الأطفال وأصص النبتات في الشرفة. اسق النعنعات قليلا كي يخضر طعم الشاي. ألق نظرة على خم الدجاجات وانتبه إلى البيض ووجار الكلب. قدم إلى القط وجبة المساء. توقف كي تسمع ما ستقوله الببغاء الحمقاء ثانية. ولا تنسى، انظر إلى الليل من أجلي.
إذا عدت وكنت نائمة لا تقل إني ميتة، فقط تخليت عن كل شيء، خصوصا تلك الحياة التي لم تكن حياة تماما، وعن نفسي. وافتح النافذة، لا بد أن القمر هناك. شاعر مغربي صديق توفي، كبرت معه وإلى جانبه عندما كنت في السطات تلميذا داخليا. لم يكن معروفا كثيرا بين كبار الشعراء المغاربة، لكنه كان مسرحيا وكان شاعرا، وكنت أحبه وأثق في عصاميته وفي قدرته على الكتابة وعلى الانتساب والانتصار للحياة. موت شاعر. لا أثق في هذا الصباح، هذه الشمس ليست لي، ستغدر بي كما غدرت بك، وقد أتاني أنك انصرفت. عثرت حين أفقت على وجهي صامتا، فجأة كأن تحت جلد اكتئاب الأبدية، وجريت بعيني ضرير كأن الليل ابتلع طريقي إليك. كانت أصابعي تتلمس المسافة إلى مأتمك، وأمك ترفع عينيها إلى السقف باحثة عن الضوء، كأنما أظلمت غرفة الكون. كانت تفرد ذراعيها وتبكي وتسأل: فين سعيد؟ وتراك مسجا في رايتك، وترتمي كي تدثر ليلك الذي بدأ، تتكئ كغيمة بيضاء على فكرة قبرك، تقبل حجر القسوة. وحدها الأم تعرف أن لقبلاتها رائحة. أمد يدي الأختين فأشكر ريش الرحم، وأمسح الدمع الذي به تحممت، ثم أراها فراشة مجنحة تصلي وتضاء وتذكر الله ثم تذكرك. تأمل أن تراك كما كانت تراك واقفا على الباب حين سترفع رأسها عن الصلاة. لم نتفق هكذا يا ابني، لما سبقت موتي؟ وسعيد يظل عينيه بيده حييا من هالة ضوئها. حاش أمي، بل سبقني الموت إلى رنين صوتك لكي لا أسمعه، إلى يديك لكي لا آخذ معي لمستك، إلى شفتيك لكي أعرى من قبلتك، إلى قدميك لكي لا آخذ معي وعدا بجنتك، إلى عينيك لكي أعتزل في التراب وحيدا خلف نظرتك. يا أمي، سبقني الموت إلي لكي تهرب عني صرخة الحي، وأمضي مهيض الجناح إلى ذروة الليل منكسرا كحافة بئر، وحيدا تحت العشب تتضرع العشية على سجادتك. انكسرت مرآتي وانهمر الظلام. هناك في تلك الخلوة النائية لم أعثر على مهار أصابعك. يا أمي، قبري بارد كفراش غبت عنه طوال العمر. شحبت نظرتي
وهذه الظلمة تنأبي عن نجوم عينيك، وأفترش الآن بياض الرضا، لم آخذ معي إلا ما بقي من صلصالي. آه يا أمي من فراغ كفيك، من آلهة تخلت وحفرة تريد، من مرآتك التفتت عن وجهي. لا أستحق هذا الصمت الذي يهرب بحياتي. عشت في براميل الرعد، تمر بالأحصنة فأهتز للصهيل، وتصرخ الآفاق حولي، وأكاليل الشوك على رأسي، ولا أعبأ بالقطعان. عشت أرسي الأمل، عشت أرسي الأمل، عشت في أطالس الحياة، أوقد التمنيات، تترنح الخطوات بطرقي، وتدمى قدماي وأمشي كدم في الأحواض. يلمع مرجان سبحتك في عيني، وأنقب عن الكلمات التي تليق بي. أربي قصيدتي في عادة بكائك، وحيثما مضيت أخفي بكائي، وكلما ندت صرختي هرعت بارتياع الدمع منك إليك. لا أستحق الآن هذا الموت. ماذا سيفعلون بحقيبة عظامي؟ صلي لي، وإذا دفعت الباب اغفري لي حائط الليل. كنت احتميت بدمعتك، صنت تركة روحي في حليب التذيين. كنت، ولكنه السواد يا أمي. بسبب هذا السواد الذي نسميه الحزن سقط قلبي. بسبب هذا الحزن جف الدم وحنجرة الأغاني. بسبب هذا الغناء تعطلت مقطورة العمر. وها أنا أتوقف عند هذا الحد، أنقر خشب التابوت لكي لا تتعتم قصيدتي، وأرجف قليلا كي لا يتلبد التراب على كتان الموت. أخاف أن يصبح النسيان أكبر من عمري. الشاعر هكذا، الشاعر هكذا، مجنون به مس من حياة ومن لغة وحب وتذكار ويتم. يا ما أجمل جلباب صلاتك، تسقط عليه الضفيرة وتورق الحناء. يزهو القرنفل على وجهك، ووجهي في أجيج الصفح، ونظرتك التي تبكي لا أشق على الله من عزلتها، متأخرة خلف النعش. ها قد أدرت مفتاح الأبد وأغلقت يدي، أسرعت حياتي بي. فجأة صرت كأني حليف الليل، مطر ينهمر على قبر الآن. هل هذا وقته؟ مثل ماء يرقص على القرميد فترتوي الخطاطيف. أوراق عشب تعلو تفرط قليلا كأنها ستغطي شاهدة الحجر. السنابل بدأت تنحني هناك خلف سور الروضة. يا أمي، لماذا يسعل الموت ولا أرى هنا وجها لأحد؟ وما الذي جئت أفعله في هذا الرواق البعيد؟ ما من أحد قال لي ممن كسر ظلي على خشبة الأرض، ولم فر طريقي عن خطوتي. أما من أحد ينبئني لما تركت لك نصيبي من وجعي. وها قد أسرعت كما لو كنت مغتبطا بالظلام. والآن
كطائر أمضي تاركا يا حسن يا نجمي أغنيتي في حنجرتك. أن لي أن أعرف أني ذاهب لأغلق كتابي على الرف البعيد، ولم أترك أصدقائي وقد جفلت نظرتهم، كأني صديق نرجسي غيرت رقعة الأرض وتركت حشدا من قلوب تنكسر، كأني تخليت إنه الوقت الرت نكس رداءه فانسحبت، نامت النوافذ وانصرفت الطرق خلفي، لم تبق لدي نظرة لتلتفت، الموت والغياب وحدهما لا ينسيان، علي أن أتلاشى. الآن يشقق الصمت كثلج وحيد لا يسمعه أحد، كل الموتى يبردون ولكنني ألتهب كما لو كفنوني في رماد بركان، إني أراهم يحركون ملاقط النار تحتي، بدأت أحجار الرصف تتلهى بطقس المشي، سرعان ما نسيت خطوي، والآن أمسك بالحياة وأنصرف، رجاء اذكروني لا تتركوني تحت شجر النسيان، لدي وفرة من وقت لأتسمع الشبابات وثغاء الشياه، لدي ما يكفي من ساعات لأنتظر الخطوة، رجاء زوروني، رجاء زوروني وابقوا في الحياة. شكرا لكم.